السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. وصفة النهاردة وصفة حلوة جدا. حطي الحليب على الجلاش وهتاكلي أحلى حاجة حلوة سهلة سريعة اقتصادية، طعمها حلوة جدا جدا. وكمان هقولك على سر التوريق أو لونها الدهبي الحلو ده. وعايزة أقولك سكرها مظبوط جدا جدا، مش هتبطلي تعمليها. الشتا داخل، الوصفة دي ممتازة، جربيها وإن شاء الله تعجبك. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة أنا معايا هنا لفة جلاش، أي نوع لفة جلاش انت بتستخدميه. انا بستخدم نوع اسمه جنة، بيكون حلو جدا، الورق بتاعه كده بيكون سليم مش متقطع. وزن لفة الجلاش بيكون 350 جرام بالظبط. ببتدي كده ان انا افتحها وباخد نص كمية الجلاش. اهم حاجة لازم ناخد الجلاش بنغطيه بفوطة، يعني الكمية اللي احنا نشتغل بيها بنغطيها بفوطة، والكمية التانية اللي هي نص الكمية برضو بكون مغطيها بفوطة علشان خاطر بس ان هي ما تنشفش معايا، لان الجلاش من الحاجات اللي لو اتعرض للهواء بينشف بسرعة. ده كده نص الكمية انا قسمتهم، وباخد جزء كده احطه بالفوطة، والجزء التاني ابتدي ان انا اشتغل بيه، وبرضه بكون حاطاه في فوطة. جبت بقى صينية، دي المقاس يعني تالت صينية من الصواني البايركس. دهنتها كده بالسمنة، ممكن انا معايا نص كوباية سمنة على زيت او سمنة بس زي ما انت حابة. بس انا بحط سمنة على زيت عشان بس ما تكونش تقيلة قوي. باخد بقى ورقة ورقة. بصوا يا جماعة، يعني مش بدهنها جامد ولا بغرقها ولا اي حاجة، مجرد بس كده ان انا بمسحها بالمادة الدهنية اللي انت بتستخدميها زي ما احنا شايفين كده. حطيت اول ورقة بس الكاميرا معايا كانت فاصلة، فهعمل معاكم تاني. دهنتها كده، بعد كده ابتدي ان انا اتنيها عشان تاخد مقاس الصينية. وهبتدي بقى ان انا احط كده في الصينية، هعمل الرقات بنفس الشكل لحد ما اوصل لنص كمية الجلاش. انا حطيت تحت كده 6 طبقات، وفوق برضه هيكون 6 طبقات في الحشوة بقى. معايا جوز هند، زبيب، سوداني، لوز، بندق، المكسرات اللي عندك. انا كان عندي شوية بندق ولوز كده من رمضان، فحطيتهم مع الزبيب. ممكن تحطي جوز هند وسوداني بس اللي عندك حطي، ممكن على فكرة ما تحطيش مكسرات خالص، يعني براحتك خالص. واوزع بقى كده كمية المكسرات. بعد كده هبتدي ان انا اعمل الجزء التاني بنفس الطريقة، باخد ورقة ورقة وبمسحة كده من الفرشة هبتدي ان انا ادهن الورقة. بصوا شايفين انا بعمل ازاي؟ يعني ما بكملش معلقة. والفرشة بتكون احسن ان انت بتوزعي المادة الدهنية كويس على الجلاش وما تاخدش معاكي طبقة كتيرة. هبتدي برضو ان انا اتنيها واحطها في الصينية دي. تالت مقاس في الصينية، يعني الصينية التالتة. وهبتدي ان انا احط كده. واهم حاجة الناحية اللي احنا بنتنيها، مثلا انا حطيتها كده، الناحية التانية احط بقى الحتة اللي انا تنيتها، فاهميني؟ يعني العكس علشان الطبقات تكون متساوية. خلاص كده خلصت كل الطبقات. ببتدي بس ان انا ادهن اول طبقة عشان تدينا لون حلو كده ويكون لونه ذهبي زي ما شفناها في اول الفيديو. يعني مسحة خفيفة جدا برضو، مش بكتر كتير. اهم حاجة بس نهتم كده بالاطراف عشان متطلعش معانا ناشفة. وهقطعها من النص. بعد كده هبتدي ان انا اقطع بقى الحجم والمقاس اللي انت عايزاه. انا عايزة حجمها يكون كبير شوية، انت لو عايزاها صغيرة يبقى اقسميها على 2. انا قسمتها واحدة بس علشان انا عايزة الحجم بتاعها يكون كبير. اهم حاجة واحنا بنقطع لازم نوصل لتحت الصينية، يعني لازم نقطعها كويس جدا علشان لما نيجي نسقيها تتشرب معانا كويس جدا. بصوا انا مقطعه الحجم كبير، يعني ممكن تقطعيها اصغر من كده. بكون بقى مشغله الفرن على درجه حراره 180، بدخلها على الشبكه الفرن بتقعد تقريبا 25 30 دقيقه. هتلاقيها من تحت كده احمرت والوش خد لون ذهبي كده حلو. بطفي وبشغل الشوايه لمده بس كده اقل من دقيقه تقريبا، مجرد بس ان هي تاخد لون ذهبي. بصوا انا بوريكم ان انا لازم اقطعها كويس جدا. ودلوقتي دخلنا صينيه الجلاش بقى بتستوي، وهنحضر مع بعض تسقيه اللي هنسقي بيها الجلاش. مش هنسقيه بالشربات، احنا هنسقيه بالحليب والسكر. حطيت 3 كوبات من الحليب وعليهم 4 معالق كبيره من السكر اللي هي معلقه الاكل عادي جدا. وهبتدي ان انا اقلب وهدوق. لو انت حابه ان انت تزودي زودي، انا بصراحه دقتها وزودت معلقتين تاني كان سكرها مظبوط جدا. يعني حطيت 3 كوبات حليب و6 معالق كبيره من السكر. عايزه تزودي كده عن السكر زودي، بس عايزه اقول لك كان سكرها حلو جدا. خلاص بقى بسم الله ما شاء الله الجلاش استوى معايا. شايفين لونه ذهبي ازاي؟ حلو جدا جدا. الجلاش بيكون سخن جدا، والحليب زي ما قلت لكم بدرجه حراره المطبخ عشان كمان البايركس ما يفرقعش معاكي. وممكن تستخدمي اي نوع صينيه، مش لازم بايركس ابدا.
هبتدي بقى ان انا اسقي كده كل كمية الجلاش بكل كمية الحليب، واهتم كده بالجوانب علشان تبقى طرية معانا. يسقيها ما تخافيش، هي هتشرب كل كمية الحليب وبيكون طعمها تحفة. وبجد السكر بتاعها مظبوط جدا جدا. اسيبها كده 5 دقايق لحد ما تشرب كل الكمية. ودي كده يا حباب قلبي خلاص بعد ما اتشربت الحليب. عايزه اقول لكم بس ان كان مع الحليب فيه رشه من الفانيليا، انا بس كان الفيديو فاصل معايا ونسيت ان انا اقولها لكم. هبتدي بقى ان انا اقطعها ونشوف الجمال. عايزه اقول لكم طعمها بجد تحفه تحفه تحفه. انا كنت اول مره اجربها، وان شاء الله مش هتكون اخر مره. عارفين طعمها كده كان شبيه بطعم ام علي. بص بقى الطبقات شاربة ومظبوطة جدا جدا. وزي ما قلتلك ممكن ما تعملش في صينية بايركس، وممكن تعمليها كمان في صينية أكبر من دي زي ما انت حابة. بصوا بقى مورقة ازاي وشاربة الحليب. حلوة جدا جدا بجد، طعمها تحفة. جربوها مش هتندموا ابدا ان انتوا جربتوها. هي كانت طريقة كده على الطريقة التركية، بجد تحفة. هوريكم بقى دلوقتي بعد ما قطعتها. بصوا بقى الطبق عامل ازاي، حلو قوي بقى في رمضان ودلوقتي وفي الشتاء. الشتاء داخله، الوصفه دي جميله جدا جدا في الشتاء. يلا بينا نشوف بقى الجلاش من جوه عامل ازاي. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله، شايفين عامله ازاي؟ حلوه جدا جدا متماسكه وفي نفس الوقت طريه. عايزه اقول لكم فعلا طعمها تحفه. حاجه كده تحسوا ان انتوا بتاكلوا في بق مش عارفين بتاكلوا ايه. ميكس كده حلو مع الحليب مع مع الجلاش والمكسرات. تحسي كده ان انت بتاكلي فطير وتحسي بالحليب كده جوسي فيه. بجد وصفه ممتازه، مقاديرها سهله بسيطه مش مكلفه خالص. حلوه قوي في وصفات الشتاء، بتدفي وكمان مغذيه. جربوها وانا متاكده ان هي ان شاء الله هتعجبكم. بجد كان طعمها حلوه جدا. انا قعدت اكل فيها ما صدقتش بصراحه النتيجه. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. ده كده كان فيديونا النهارده. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه. ويا ريت لو بتشوفوني لاول مره تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني اشعار بكل فيديو انا بنزله. وما تنسوش يا حبايب قلبي تعملوا لي لايك للفيديو. استنوني فيديوهات جايه جديده ان شاء الله. شكرا لكم، السلام عليكم.